بيكم قوي. دول اولادي. اولادك؟ انتوا الاثنين شاطرين قوي 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 قوي. هسألكوا عمليات حسابيه الاول. ماشي. 11 في 5 بكام؟ 11 في 55. ايه ده انتوا الاثنين شاطرين. خش في العلوم بقى، خش في الجد. ايه الجزء اللي في النبات اللي بيمتص ضوء الشمس وثاني اكسيد الكربون؟ الورق. ووراك. ايه العمليه اللي بينتج فيها النبات غذائه بنفسه؟ البناء الضوئي. البناء الضوئي. ايه الجزء اللي بينقل الميه والعناصر الغذائيه من الجذور؟ الساق. هقول جمله تقول لي صح ولا غلط. تنمو النباتات في الظل بمعدل اسرع من نموها في الشمس. غلط. عند وضع بذور في منشفه ورقيه فانها لا تنمو. غلط. اقول لكم على سيقان وتقولوا لي اشكال سيقان وتقولوا لي دي نوعها ايه. تمام. سيقان تمتد تحت الارض زي نبات البطاطس، اسمها سيقان ايه؟ الدرانات. ايوه. طيب سيقان لا تقوى على حمل نفسها فبتتسلق على نبات اخر. متسلقة. متسلقه. اخر واحده سيقان غليظه وصلبه زي جذوع الاشجار والشجيرات. خشبية. الخشبيه. برافو عليكم. انتوا الاثنين شاطرين قوي 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 قوي، وانا مبسوط بيكم وفرحان قوي. السؤال بقى هنا، تتوقعوا جايزتكم ايه؟ مش مال. ايه؟ مال. مال. وانت؟ مال. مال. الظرف ده فيه 1000 جنيه، افتحوه وعدوه قسموه ما بينكم. ماشي. دول 5 حقك. دول لقيتهم زياده في الظرف، مش عايز تمشي بيهم، ما المفروض طول العيله كلهم في الظرف المفروض تاخدهم. قلت 1000. ما كنت يا عم تقول لي دول 1000 وتمشي بفلوس زياده. مش هينفع. ليه مش هينفع؟ حرام. انت قلت لنا 1000 حقنا 1000. حرام. انت قلت لنا 1000 حقنا 1000. حرام ناخد فلوس زياده؟ طيب علشان انت وعرفتوا ان الصح ان احنا ما ينفعش ناخد حقنا اكتر من حقنا، هات لي ظرف كمان بدل ال 500 الزياده اللي كنت هتاخدهم. ده ظرف فيه 1000 جنيه، كل واحد فيكم ياخد 500. كان انت معاك ظرف ب 1000 وانت معاك ظرف تاني فيه 1000، فبدل ما كل واحد فيكم ياخد 500 جنيه عشان انتوا ما طمعتوش وتصرفتوا صح وعارفين ان الطمع حرام ما ينفعش ناخد اكتر من حقنا. فرحان بيكم قوي. دول اولادي. اولادك؟ اموت لو شفتك يوم محني، ده انا ابن ابويا تعبك ووجعك. والله العظيم ما اعرف. ده ونعم التربيه. حطيتهم في اختبار صعب شويه، بس انت لو مكانهم كنت انت ورا ولقيتهم خدوا 500 جنيه ومشي كنت هتعمل ايه؟ طبعا ما رضاش بالكلام ده خالص. لان انا مربيهم على كده. على فكره هم ما بياخدوش حاجه حتى من المحفظه بتاعتي. المكان العيل يستاذن منه يقول لي يا بابا انا هاخد كذا. صح. سمحت له ياخد، ما سمحتلوش خلاص. نصيحه بقى لكل اولادنا والطلاب في مصر كلها. يا ريت كل واحد يخلي باله من اولاده ويربيهم صح على الدين والتقوى والايمان. في شنطه العلوم فين؟ شارع العلوم. بس كده.